نصيحة للشباب: اختار العدو ديالك ولا المنافس ديالك، اختارهم بواحد العناية شديدة. أنا عارف أن هاد الكلمتين مختلفين، عدو ومنافس مختلفين، ولكن كنحاول أنني نجمعهم في سياق واحد. هاد العدو ولا المنافس، علاش خاصك تختارهم بعناية شديدة؟ لأنهم هما اللي غادين يتحكموا لك في السرعة ديال النجاح ديالك، هما اللي غادين يتحكموا لك في النظرة ديال النجاح ديالك، هما اللي غادين يتحكموا لك في السقف ديال النجاح ديالك. علاش؟ مثلا عندك العدو ديالك ولا عندك شي منافس ديالك هو واحد ولد الدرب، ما عمرو فات ديك المدينه اللي انت فيها، ما خداش حتى الاجازه، هو اصلا فاشل وانت دايرو منافس. اذا غيولي عندك النجاح شنو هو انك تجاوزه. النهار اللي غادي تجاوزه غيصحاب ليك انك انت وصلتي، انت ما وصلتي لحتى شي حاجه، انت غير فتي واحد الانسان اللي فاشل، واحد الانسان اللي ما وصل لحتى شي حاجه، ما دار حتى شي نجاحات في حياته، ولكن انت تجاوزتيه. هذا ماشي نجاح بالنسبه لك. اذا هو دار لك واحد سقف النجاح اللي منحدر بزاف، واحد السقف نجاح اللي منخفض. داكوغ، اختار العدو ديالك ولا المنافس ديالك يكونوا عندهم واحد القيمه عاليه في المجتمع، يكون عندهم واحد المكانه عاليه، باش انك النجاح ديالك يكون فعلا نجاح يعني حقيقي.